السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى هذا الفيديو يوصلكم وانتم في احسن الاحوال. الفنانة سحر الصديقي بعد ما حجزت رحلتها الى وجدة قبل اسبوع، كتفاجأ بعد ذهابها للمطار انها لا تستطيع الصعود للطائرة، وبعد ما سولات صدمت بجواب المسؤولين ان الشركة لها الحق انها تبيع التذاكر سبق بيعها، واللي وصل الاول يصعد للطائرة. في نظركم شنو هذا القانون اللي جايه به؟ نخليكم مع سحر الصديقي وشنو وقع عليها مع المسؤولين. جايه بور لونغيسترومون 2 اور افون، يعني جايه في الوقت. جيت في الوقت قال لك لا تو بي با، ما يمكنلكيش تطلعي للطياره لانها عمرات. واش يعقل؟ جاوبوني واش يعقل؟ واش لاغام كتفلى على المغاربه ولا شنو كدير؟ كيفاش لاغام كتبيع فوق لي بيي اللي خاصها تبيع، واخا تعمر الطياره كتبيع، واللي جا قبل واخا يجي في الوقت يقولوا له لا راه تباعوا لي بيي كاملين وانت ما طلعش، الوغ كو انا مقطع لو بيي اون سيمين افون. واش يعقل هادشي ولا لا؟ الله يخليك، انا باغا السلطات تدخل، باغا شي حل لهاد لاغام اللي كتفلى على المغاربه. كيفاش غوايا